المنتدى بقى قدام مين المره دي؟ قدام مين؟ بطل ايطاليا ووصيف النسخه الحاليه من دوري الابطال. يعني انت فاهم يعني بطل والوصيف عملت عليه ريمونتادا، وانت اصلا انت اتلتيكو مدريد، انت لا بتاخد، ما انت بتاخدش اي حاجه في الدنيا. انت اللي بتاخده في الدنيا ايه؟ الصلاه على النبي. ما بتاخدش بقى لا بطولات ولا اي، انت فرقه غريبه. انا مش عارف هي بتلعب على اي اساس في الكوره. انت بتلعب استثماري ولا انت بتلعب مثلا عشان بطولات؟ لا بتعمل دوت ولا بتعمل ده، بس بتعمل حاجه واحده، ريمونتادا. ويا السلام عليكم ورحمه الله، معكم زيكا. وانا ما اعرفش ايه سر البلد ديت في الريمونتادات. يعني في كميه ريمونتادات بتطلع من البلد دي غريبه. يعني اسبانيا بلد الريمونتادات، اسبانيا بلد الريمونتادات. عندك كل الفرق بقت تعمل ريمونتادات، كل الفرق. انت عندك ريال مدريد طبعا، انت عندك برشلونه. يعني احنا عرفنا منطلق الريمونتادا من برشلونه ايام ايه؟ برشلونه وباريس بقى وماتش 6-1 دي. احنا من هنا عرفنا الريمونتادات. وهاتك بقى كميه ريمونتادات ما بتخلصش وما بتنتهيش. انواع الريمونتادات كمان، يعني الريمونتادات بقت لها انواع. ممكن تعمل ريمونتادا في ماتش عادي، وممكن تعمل كذا ريمونتادا في ماتش ريمونتادا ويتعمل عليك ريمونتادا عادي جدا. وممكن تعمل ريمونتادا بقى ايه يعني؟ ممتده، اللي هو ايه؟ انا خسرت الماتش اللي فات وخسرت الماتش دوت، ولا في الماتش التاني انا هعمل عليك ريمونتادا. يعني فاهم بقى؟ علم انتجتهن اسبانيا ما شاء الله. واي فريق تتوقع من، بص الفريق دوت من اسبانيا، توقع ان هو ممكن يعمل ريمونتادا. عايز اقول لكم يا جدعان، اقسم بالله انا كنت متوقع ريال سوسيداد ممكن تعمل ريمونتادا على باريس عادي جدا من اسبانيا. وكمان فيها حته كده اسمها ايه؟ ريال. يعني هي فيها ريال، يعني ريال سوسيداد. لكن يعني هي دي اللي خيبت منها. مش مشكله، ما هي برضه ايه، لسه صغنونه كده، بكره تكبر وتبقى تعمل ريمونتادا زي اخواتها اتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونه. المنتدى بقى قدام مين المره دي؟ قدام مين؟ بطل ايطاليا ووصيف النسخه الحاليه من دوري الابطال. يعني انت فاهم يعني بطل والوصيف عملت عليه ريمونتادا، وانت اصلا انت اتلتيكو مدريد، انت لا بتاخد، ما انت بتاخدش اي حاجه في الدنيا. انت اللي بتاخده في الدنيا ايه؟ الصلاه على النبي. ما بتاخدش بقى لا بطولات ولا اي، انت فرقه غريبه. انا مش عارف هي بتلعب على اي اساس في الكوره. انت بتلعب استثماري ولا انت بتلعب مثلا عشان بطولات؟ لا بتعمل دوت ولا بتعمل ده، بس بتعمل حاجه واحده، ريمونتادا. بحكم ثلاث حاجات: ان انت تخش ايه؟ بتهاجم. انت بحكم الارض والجمهور، وان انت داخل خسران 1-0 زوب ميازا، انت اكيد اتلتيكو مدريد داخله تهاجم. واكيد طبعا انتر ميلان تخش تدافع. ليه؟ ما هي كسبانه وبتلعب بره ارضها، وهي اصلا فريق ايطالي. يعني انا شغلتي في الحياه كله ان انا بدافع كويس. فالماتش كان متوقع جدا، والماتش مشي زي ما الواحد كان مفكره، ان اتلتيكو مدريد هتهاجم وانتر ميلان هتدافع وهتلعب هجمه مرتده. طبيعي جدا في انتر ميلان هتجيب جون. ليه؟ لان هي بتلعب دفاع وبتلعب هجمه مرتده، وهي عندها لعيبه تقيله في الهجمه المرتده. انت عندك لوتارو وعندك تورام وعندك كان اوغلو وعندك مختاريان. الناس دي كلها عندك هجوم انت عندك هجوم كويس وايه، لعيبه حلوه. فجاه بقى انتر ميلان جابت جون، ماشي. مين بقى اللي جاب الجون؟ مش كل اللعيبه دي. الجون عندك دي ماركو، ماشي انا اتقبلتها، حلو جدا، جبت جون. ازاي بقى؟ ازاي اللي انا عايز افهمه، واللي انا مش فاهمه لحد دلوقتي، ازاي ان انت فريق ايطالي وبتدافع؟ انت المفروض ان انت بتدافع بتلعب هجمه مرتده، يخش فيك جونين في دقيقتين؟ ازاي؟ انا عايز افهم. وانت بقى ايه؟ انت بطل ايطاليا والوصيف في دوري الابطال، فازاي حصل فيك العبث ده كله؟ مش عارف، انا لحد دلوقتي مش مجمع. بعد ما كنت كسبان 1-0 على ارضك ودخلت الماتش دوت وكسبت كمان 1-0، خلاص بقى يا باشا انت قفل، وانت مش عايز حاجه تاني من الدنيا. قفل والعب. فجاه يخش فيك جونين ويتعمل عليك ريمونتادا بعد ما كنت 2-0 وبقيت 2-2. دي كانت بالنسبه لي علامه استفهام كبيره، ان دوت فريق ايطالي ازاي يحصل فيه كده؟ مش عارف. تمام. تاني حاجه بقى، عندك واحد اسمه ماركوس تورام. الراجل دوت مضيع على الاقل من كورتين لثلاثه محققين، اللي هم ما فيهمش كلام كده. انا هجيب الثلاث كور دول، الثلاث اجوان دول. الماتش نتيجته كام؟ 5-2، الماتش خلص. فجاه انت الراجل نزل عندك عمال يضيع كوره في الثانيه في الثالثه. وبعدين فكك من كل اللي هو بيعمله دوت. هو ايه اللي انت عمله مع سافيتش ده؟ يعني واحد بيمسكك عادي، ايه اللي انت حطيت ايدك فين؟ انت ما ينفعش يا حبيبي. انا حبيبي انت راجل زي ما ينفعش تعمل الحركات دي، عيب. كوستروم كان بالنسبه لي من اسباب الخساره الكبيره والرومنتادا اللي اتعملت على الانتر. انت الراجل انت جاي تضيع، انت مش جاي تلعب، انت جاي تضيع فريقك. بعد كده اتلتيكو مدريد تسحب الانتر كده لضربات الجزاء، وانت عندك اوبلاك، الله اكبر عليه. يعني دوت من الحراس الاندر ريتد بشكل كبير قوي. الراجل دوت عنده مسيره كبيره جدا وحارس تقيل قوي، ولكن هو اندر ريتد. طب انت اندر ريتد يا عم وبلاك، طب ما تغير المكان. لا انا مش بغير المكان، انا بلعب في الفرقه دي. يعني بالنسبه لي هو ساهم ان هو يبقى اندر ريتد. انت بتلعب في فرقه ما بتاخدش بطولات، ما بتاخدش اي حاجه، انت بتاخد بس مرتب. ده كان من الاسباب اللي خلى اتلتيكو مدريد يتاهل لدور الثمانيه، ويبقى عندك ثلاث فرق
3 فرق من اسبانيا تلعب في دور الثمانيه، يعني رقم كبير جدا. انت عندك في 2 بس من انجلترا، وعندك 2 من المانيا وواحده من فرنسا، فاسبانيا مكتسحه. عندك ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد من اسبانيا، وعندك ارسنال وعندك السيتي حامل اللقب من انجلترا، عندك من المانيا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وعندك باريس من فرنسا. هنشوف القرعه يوم الجمعه، هنشوف ايه مين هيبقى مع مين، وان شاء الله نعمل فيديو نقول فيه التوقعات دور الثمانيه. نار نار نار. بس كده وخير ولا سخين. كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، فايتك كتير قوي. ولو انت بقى لسه مش عندي على الفيسبوك فتعالى هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت. تعالى هتلاقي اخبار ومقالات وستوريات، هتلاقي بص اي حاجه هناك حلوه هتلاقي موجوده هناك، فانت فايتك كتير. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يبقى شهر كريم علينا كلنا. و